بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استكمالا لتغطيه انتخابات نادي الزمالك من موقع الزمالك، في البدايه طبعا احب ارحب باعضاء نادي الزمالك وبقول كل سنه وحضرتك طيبه. في البدايه عايزه اولا اعرف رايك في الاجواء الانتخابيه جوه نادي الزمالك. لا تمام، هي الاجواء يعني سريه جدا وكل المرشحين موجودين، فاحنا حتى مشينا كده في النادي فلقينا كلهم موجودين تقريبا، يعني الاجواء ايجابيه. تمام. طبعا مالكيش صوت في الانتخابات. لا. طب بلاش مالكيش صوت، رايي عموما. رايك عامه. دلوقتي في 4 مرشحين: المستشار مرتضى منصور، الدكتور كمال درويش، المهندس رؤوف جاسر، واشرف السكري، الاستاذ اشرف السكري. لو انت ليكي حريه الانتخاب هتدي صوتك لمين؟ انا عموما في اي حاجه انا مش عايزه وجه يكون قديم، احنا جربنا الدكتور مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور والدكتور كمال درويش. تمام. فانا عايزه اي وجه جديد، فغالبا هتبقى مثلا المهندس رؤوف جاسر كده. تمام. يعني بس كقايمه عجباني قايمه مرتضى منصور. قايمه فيها اسماء لا وكفايه يعني احمد جلال ابراهيم شخص رائع طبعا ليه تاريخ كبير جدا في نادي الزمالك. بالظبط، وشخص كاخلاق يعني على المستوى المهني او على المستوى الاخلاقي شخص رائع. تمام، انا بشكرك جدا. حابه اعرف برضو رايك في الاجواء الانتخابيه داخل نادي الزمالك، وحابه اعرف برضو هتدي صوتك لمين؟ في المقلب الديمقراطيه طبعا قدام كل التشكيل. تمام. مرتضى منصور ليه بقى؟ يعني ايه اللي جربنا قبل كده في فتره سابقه قبل كده كان كويس يعني. وما خدش حلو للنادي بالظبط كده، اتظلم جامد. تمام، يعني صوتك يتوجه للمستشار مرتضى منصور. زي مرسي. تمام. ارحب بيك طبعا. في البدايه عايز اعرف برضو، يعني خلاص احنا خدنا الاصوات، انت ناوي تدي صوتك لمين باذن الله؟ القائمه بتاعت مرتضى منصور، بس مش كلها طبعا. مش كلها، بس الانسب يعني انا برضو كعضو في النادي الانسب ان انت تنتخب قائمه بكل مرشحين. طبعا، بس هو في بعض الحاجات طبعا هو ليه مصالح او ليه هو شايف حاجات انا مش شايف، الناس مش شايفه هم الاصلح معاه. تمام. بس فبالتالي اختار بعض الناس منهم، يعني مش كل الناس. يعني هتختار من كذا اتجاه. اكيد، بس هو الراس كان مرتضى طبعا الاستشار احمد جلال ابراهيم. ده الاكيد. بعد كده الناس بقى تانية هبتدي اشكل انا اشوفه افضل. بالنسبه للناس اللي تحت السن، في شريف منير حسن وفي احمد مرتضى منصور، يعني دول ابرز الاسماء. يعني هم غالبا دول. انا بشكركم جدا ما شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. بس انا رغم ان حضرتك مذيعه لسه مكملين معاكم تغطيه انتخابات نادي الزمالك. في البدايه حابه ارحب بيكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام، ده قبل اي حاجه. ربنا يخليكي. حابه اعرف بقى منك الاجواء الانتخابيه جوه نادي الزمالك عامله ازاي؟ والله الاجواء انا شايفه انها هاديه مش زي كل مره، يعني الاجواء لطيفه المره دي عشان مفيش ممدوح مفيش صراعات. مفيش صراعات، يعني العمليه هاديه. تمام، يعني خلينا نقول ان الانتخابات المره دي ايجابيه عن المره اللي فاتت. احسن بكتير. تمام. بما ان بس يستر يا رب تكمل. بما ان حضرتك احد يعني عضو من اعضاء الجمعيه العموميه، صوتك هيروح لمين في الرئاسه؟ عندك 4 اصوات: المستشار مرتضى منصور، الدكتور كمال درويش، المهندس الاستاذ احمد رؤوف جاسر، واشرف السكري. هتدي صوتك لمين؟ بصراحه المستشار مرتضى منصور. ليه بقى؟ والله المستشار مرتضى منصور المره اللي فاتت ما خدش حقه لما مسك الرئاسه. تمام. وكان في حاجات ايجابيه في النادي، عمل حاجات حديقه للاطفال وعمل حاجات كويسه كتير، بس ما حدش اداله فرصه، يعني مشاكل وصراعات يعني صوت حضرتك هيتوجه للمستشار طبعا. القايمه. بالنسبه للقايمه كلها بصراحه، بس هذا يعني السيف العماري ولا بصراحه في واحد كده بس مش عايزه اقول يعني اسمه. لا عادي، اصل ده استطلاع اراء استاذ محمود معروف. هتختاري حد من قائمه ثانيه. طب مين اللي ممكن تختاريه غير؟ والله شايفه هاني شكري بصراحه مرتاحه له يعني. تمام. هاني شكري. انا بشكرك جدا. وفي واحد ناقص تحت السن برضه في قائمه المستشار مرتضى، في ناس برضه اعضاء الاخرى مرشحين في تحت السن. في عندك كريم انور، شريف منير حسن، في بعض الاسماء برضه لسه ما اكتملتش. هو بالتوفيق اهم حاجه مرتضى منصور بصراحه. انا بشكرك. طبعا نروح نتجه لحضرتك. برحب بيكي. اهلا بحضرتك. بما ان حضرتك ليكي صوت في الانتخابات، صوتك هيروح لمين كرئيس نادي؟ ان شاء الله برضو المستشار مرتضى منصور. بالقايمه برضو ولا في اختلافات على القايمه؟ لا بالقايمه ان شاء الله. بالقايمه كلها عشان يكونوا متوافقين مع بعض باذن الله. تمام. ايه اللي خلاكي اختيارك موجه للمستشار مرتضى منصور؟ والله الشخصيه، ان النادي محتاج شخصيه في الفتره اللي فاتت. تمام. لكن كمال درويش مسك قبل كده ومش شايفه حاجه، ورؤوف جاسر برضو كان نائب. تمام. مفيش حاجه، ما عملوش بصراحه حاجه. صوتك موجه النادي محتاج حد وقفه جامده. تمام. انا بشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. مع السلامه. لسه مكملين معاكم تغطيه الجمعيه العموميه داخل نادي الزمالك. في البدايه حابه ارحب بيكي، بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه.
حضرتك. عايز اعرف راي حضرتك في انتخابات نادي الزمالك، الاجواء الانتخابيه جوه النادي، رايك فيها في البدايه؟ هي الاجواء كانت هاديه لغايه من حوالي 3-4 ايام كده بداوا يبقى في وجود للمرشحين. تمام. وجود سواء بالهدايا سواء بالمؤتمرات الرياضيه. تمام. شايفه العمليه الانتخابيه جوه نادي الزمالك مستقره ولا الوضع لسه مش مريح؟ لا الوضع مش مريح خالص في نادي زي مصر بالظبط. تمام. الاجواء مش مستقره ومش مريحه في مصر. تمام. حضرتك هتدي صوتك لمين؟ دلوقتي عندنا 4 رؤساء، المستشار مرتضى منصور، الدكتور كمال درويش، والمهندس رؤوف جاسر، واستاذ اشرف السكري. حضرتك كعضو في نادي الزمالك هتدي صوتك لمين؟ انت عايزه الحق؟ انا عايزه الحق. كمال درويش ايام ما كانوا اولادي بيلعبوا سباحه في النادي وجابوا بطولات للنادي للاسف ما كانش فيه كرسي حتى نقعد عليه. والاستاذ مرتضى منصور مع احترامنا ليه هو بتاع مشاكل، بس للاسف النادي الفتره اللي جايه دي هو عايز حد يكون حازم شويه لان النادي بقى اقل من مساحه شعبيه. تمام. شايفه مين طب الاصلح، يعني مين الاصلح في ال4 اسماء؟ لا ما انا لغايه دلوقتي مش شايفه حد. مش شايفه حد خالص. بس اكيد ليكي صوت، يعني هتدي ما انا مين؟ بقول لك هو افضلهم لغايه دلوقتي للاسف مرتضى منصور. وحطي تحت للاسف دي كذا حد. تمام. لان احنا عايزين حد حازم يكون مش هياخد حاجه من النادي يديله. وهو اعتقد ان مرتضى منصور ما بياخدش حاجه جديده. تمام. ما اداش مش هياخد. انا بشكر حضرتك، برحب بحضرتك طبعا في البدايه وبقول لك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الام. حضرتك هتدي صوتك لمين في الوقايه؟ انا بصراحه الورق اللي خدته النهارده كله مجرد ما اقراه واتقدم اشوف الافضل مين. انا ممكن اقول لك ال4 اسماء اللي في الرئاسه: الدكتور كمال درويش، والمستشار مرتضى منصور، والاستاذ رؤوف جاسر، والاستاذ اشرف السكري. حضرتك هتدي صوتك لمين؟ تمام. يا دوبك جايه النهارده فمجرد ما هقرا البرامج هقول هتبتدي ان انت. انا بشكرك جدا كل سنه وحضرتك رايحين. في البدايه حابه ارحب بحضرتك، حابه ارحب بحضرتك اقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. ده في البدايه طبعا برحب لحضرتك. رايكم في العمليه الانتخابيه جوه نادي الزمالك؟ والله ماشي كويس جدا دلوقتي، بس احنا بنتضايق من هجومهم على بعض. عايزين النادي كان ماشي كويس جدا وشايفين مرتضى هادي السنه دي مع كمال درويش، بس مش عايزين نهاجم الباشمهندس، يعني مش عايزين هجوم داخل النادي، مش عايزين يبقى صوره الزمالك مش كويسه قدام الناس. تمام. شايفين ان السنه دي الحمد لله زي ما حضرتك قلت الدكتور كمال درويش والمستشار مرتضى منصور مفيش بينهم مشاكل، شايفين ان الاثنين نازلين بهدوء جدا. تمام. صوت بقى حضرتك هيروح لمين؟ عندك 4 اسماء: المستشار مرتضى منصور، هيروح للدكتور كمال درويش. ايه سر اختيارك بقى للدكتور كمال درويش؟ راجل هادي، راجل جاب بطولات كتير جدا للنادي، جاب 14 بطوله. تمام. واول ما جه جاب بطوله مسافه ما كانش شهر جاب بطوله واحده. تمام. وشايفين ان الديون بتاعت النادي بجدولها كويس جدا، ومعاه محاسب محترم اسمه طارق جبريل ماسك امين صندوق، راجل جدول ديون النادي كويس جدا وماشي كويس جدا. هتنتخب الدكتور كمال درويش بقائمته ولا هتختار؟ لا مش كل القائمه. وجه اعتراضك على قائمه الدكتور كمال؟ لا فيها ناس كويسين جدا، بس انا هختار اللي عايز مصلحه نادي الزمالك. تمام. انا بشكرك جدا ورحب بحضرتك طبعا. قولي لي رايك في العمليه الانتخابيه جوه النادي. انا شوفي انا لا يهمني كوره ولا يهمني ان الكرسي نضيف اهم والترابيزه حاجه نضيفه. النادي الاجتماعي بس. يعني انا اجي الاقي شلته مقطعه والاقي ترابيزه مساميرها تقطع لي الهدوم بتاعتها. طبيعي نصور يا اسامه. هو ده اللي مضايقنا فيه، لكن انا المهم الاصل. يعني انا ماليش دعوه بالكوره، انا استفيد ايه بالكوره؟ حضرتك محتاجه تيجي تقعدي على اقعد ترابيزه في نظيفه، مكان نضيف، اشرب حاجه نظيفه، ترابيزه يبقى عليها الاهتمام بالنادي الاجتماعي. حضرتك هنا مسدين البلاعه بمجاري ضربه، الاطفال تيجي تقع فيها، يعني كل ده عايزه كل ده يتصلح. طب شايفه مين من وجهه نظر حضرتك اللي يكون قادر ان هو يصلح نادي الزمالك اجتماعيا؟ انا مرتضى منصور. مرتضى منصور قوي جدا وهيقدر يعمل. وانا كمان المستشار مرتضى منصور. تمام. طبعا ينتخب اللي ياخد باله من النادي ويعمل لنا خدمات اكتر. اولا مرتضى كان مطلعش قبل كده، كمان درويش كان مطلعش قبل كده، ما شفناش جديد في النادي. وحتى ممدوح عباس ما عملش حاجه خالص. فاحنا عايزين ناس تعمل لنا دي نادي اجتماعي. ده اهم حاجه. هو الدكتور كمال قال دلوقتي هيبقى النشاط الرياضي عن الاجتماعي.
تمام. أنا لو تم الفصل كده هيبقى الوضع كويس لو تم. شكرا. معاكم تغطية انتخابات نادي الزمالك مع الأعضاء، هو دايركت بنخشوا مع الأعضاء على طول. تعالوا بيكي الأول. ده مثال. كل سنة وانتم طيبين. أول فرصة عيد الأم. عايزة أعرف رأيك في الأوائل الانتخابات ولا الزمالك؟ هي أهدى من السنة اللي فاتت شوية. إن شاء الله تكون فيها خير، والمرشح اللي أنا برشحه إن شاء الله يكسب المرة. طب عايزة أعرف بقى المرشح اللي حضرتك يعني مرتضى منصور. اولا انا بالنسبه لي كشخص يعني بالنسبه لي انا المثل الاعلى تاني حاجه انا بعشق مين دول يا بس يعني تحفظ بسيط عليه اللي هو يتعنف او بالظبط كده. بس هي دي المشكله، هي دي اللي بتخسره بعض الحاجات كتير جدا، رغم ان بيبقى معاه الحق ومعاه كل حاجه ومعاه الادله ومعاه الاثبات. الصوت العالي بيخسر هي دي بس المشكله. بس انا بحبها. تمام. لكن هتجيبي القايمة كلها ولا هتختاري؟ والله انا لسه مش عارفه القايمه بتاعتي طلعها يعني انا ثقتي فيه. خلاص كده احنا عرفنا اتجاهاتك 100%. برحب بيك طبعا في البداية. عايزة أعرف صوتك رايح لمين؟ لا معلش عايزتك شوية مع الدكتور كمال درويش. ليه؟ كده هتتسببي بقى في مشكله في البيت بقى. المدام خلاص كده خلصت. كده مشكله في البيت بقى. المجال الرياضي ده دكتور كمال درويش بالقايمة ولا؟ لا لسه برضه ما تعرفش. تمام. بشكركم جدا. ده تنتخب مين؟ انت صوت اصلا تنتخب عايز مين طيب؟ حاجه ليها صوت. حاجه طبعا انا حاجه دايما مناسبه للوضع. تنتخب مين؟ مرتضى منصور. ان المره اللي مسك فيها فعلا عمل حاجات كتير حلوه في النادي، يعني كل البوابات دي ودورات الميه وعمل لنا كراسي جديده كل ده وترابيزات جديده في الفترة اللي هو كان ماسك فيها. بس بقى هو ما حلفوش الحظ بقى بعد كده، معلش هو فعلا زي ما بنتي قالت ان هو بس صوته عالي شوية ده اللي بيكشش الناس منه. تمام. انما هو بيبقى على حق فعلا. انا بشكر حضرتك. هيا معاكم تغطية نادي الزمالك من الاعضاء. في البداية برحب بكم. كل سنة وحضرتك طيبة. كان عندي اي حاجة طبعا كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانتم طيبين. عايز اعرف بقى رايكم في الاجوان الانتخابية نادي الزمالك. نادي الزمالك الواحد يتمنى ليه النجاح لانه نادي عريق من اكبر الانديه في مصر. تمام. ونتمنى ليه كل حاجه طيبه تتعمل، رئاسه طيبه، اعضاء حلوين هيسندوا الراجل اللي يستاهل المكان المناسب. تمام. من وجهه نظر حضرتك بقى مين الراجل المناسب اللي هو هيبان باذن الله، يعني هو ربنا يوفق لمن يصلح للنادي طبعا. تمام. ودي في قلبي بتطلع لربنا. يعني مش عايزه تقول لا ما هو ده سايبها لربنا. كمان يصلح. هقول لك حاجه، احنا شفنا ايام نادي الزمالك دي ايام حسن ابو الفتوح، طبعا ايام كانت لا تنسى الصراحه. طبعا. بعد كده جه مرتضى منصور كمل بصراحه. عايزين الحته دي ترجع لنا كده. يعني هاخد من كلامك ان حضرتك هتاخد المستشار مرتضى منصور؟ برضك مش هقول لك. مش هتقول لي. انا حاولت اعمل شاطر عليك بس ما عرفتش. حضرتك هتنتخبي مين؟ انا عايزه مين؟ انا محايده. انا مذيعه. عايزه مين يا ماما؟ لا هي مذيعه وهي بتاخد راي. ترشحي مين؟ يعني عندك اربع اسماء. مستشار مرتضى في الخير. تمام. صيغه مين؟ يعني انا متمني طبعا للنادي كله النجاح والتوفيق. احنا نحاول ناخد الاجابه من عيلتك، يعني هنعرف ينتخب مين ونعرف هم ينتخبوا مين. انا عن نفسي يعني المستشار مرتضى منصور. انا بشكرك جدا وعارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لتغطيه انتخابات نادي الزمالك. طبعا في البدايه بقول لك بصراحه مناسبه طيب. وعايزه اعرف الاجواء الانتخابيه طبعا حلوه بس يا رب يعني ينجح اللي بالنا فيه. عايزه اعرف بقى حطيتي صوتك لمين في اقول؟ طبعا احنا بنعمل استاذ مرتضى منصور. استاذ المستشار مرتضى منصور. ايوه. ليه بقى؟ فائده نظيفه بيضه طول عمره، ويعني وساعة ما مسك النادي شويه خلاه زي الفل. يعني اتجاهك للمستشار مرتضى منصور؟ طبعا. قايمه كامله ولا تختاري من القايمه؟ لا القايمه كامله حسب القايمه كويسه. حضرتك انت مين؟
خلي القايمه حلوه. راجع انت مين؟ احمد منصور. الاستاذ مرتضى لا احمد مرتضى منصور تحت القايمه. تمام. الرئيس بقى المستشار مرتضى منصور. تاخدوا مين؟ اكيد طبعا ان شاء الله. لا انت هو منصور وان شاء الله منصور. يا جدو 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 الحمد لله. مش بقول على راسهم عشان يبقى في تعاون يبقى لازم نقارن على بعض. اشكرك حاجه بغض النظر عن ان سنين عزيز الا ان نتائجه الفتره اللي تولاها نتائج مبهره بناءه في النادي بناء عليه اكيد ان انا هختار. ان شاء الله مرتضى منصور. تمام انا بشكركم جدا.